السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متتبعين قناه صامت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وفي صحه جيده. اليوم واحد الفيديو جديد اللي غنتكلموا فيه على واحد النقطه اللي مهمه للاستقطاب في شركه دي اكس ان، وتجربتي القويه مع الاستقطاب هي اللي جيت نشارك معكم اليوم. فقبل ما نبداو ان شاء الله لا فيديو، ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش لي لايك ديالكم الزوينه اللي كتهمنا والتعاليق باش نزيدوا نتحفزوا بدي فيديو اخرين ان شاء الله باذن الله تعالى. فنبداو على بركه الله. بالنسبه لتجربتي انا شخصيا في الاستقطاب مع شركه دي اكس ان، كما كتعرفوا انا فاش يلاه بديت الشركه ما بديتهاش على اساس نخدم فيها على العمل او الثراء، ما كنتش عارفه عليها حتى شي نقطه بتاتا، ما كانتش كطلع لي في لي ريزو سوسيو، ما كانتش يعني كيتكلم لي عليها حتى شي واحد في 2000 ميم في 2021 يعني ما بطاش الحال. لكن سبحان الله الظروف والصدف كتوصلك وكتفتح لك ابواب الخير وابواب ايجابيه وابواب اللي فيها نجاحات الحمد لله ما خصناش نردوها في وجهنا. فالحمد لله يعني بحكم تجربه قويه على الصحه وكذلك على العلاقات الاجتماعيه، فالحمد لله توفقت انني نشارك العمل مع شركاء اخرين في شركه دي اكس ان، ورتبتي راه كتحكم ورتبتي راه تعرفوا بها يعني الاجتهاد ديالي في هذه الشركه هذه. فبحكم انني ما كنتش كنعرف عليها حتى حاجه، وبحكم انني يعني ما كنتش ديجا سبق لي وخدمت في يعني في البيع على الانترنت او في شركه يعني قويه، بل كنت خدمت في واحد جوج شركات ما كانش يعني في المستوى لا المدخول لا طريقه العمل، يعني ما كان مناسبني حتى حاجه. تقريبا 3 المرات حاولت ما جابش يعني الله، فحاولت انني نحبس وخدامه يعني على عمل اخر ديالي حر. فالحمد لله توفقت انني نخدم حتى انايا غير من الانترنت وغير من وسط العمل ديالي ومن وسط الدار ديالي، فتوفقت الحمد لله والشكر لله. بالنسبه لتجربتي في الاستقطاب، هو انني انا نهار اللي دخلت لشركه دي اكس ان، اول حاجه كما كيوقع لكم حتى نتوما، انا ديجا كنت حدوديه من ناحيه يعني انني نشارك العمل ديالي مع شي حد اخر، لكن مع لا فامي ديالي الحمد لله ما كنتش حدوديه، كانت لامبيونس وكنا يعني الحمد لله كلشي على ما يرام. لكن باش انك تدخل واحد الشركه يعني وتبغي تشاركها مع ناس اللي كاينين حداك، فكتجي شويه صعيبه انك تقنعهم، انك تفهمهم. الا ما كنتيش فاهم وما كنتيش عارف وما كنتيش خدمتي ديجا وشافوا بعينيهم، فراه كون على يقين الناس اللي كيدوروا بالمناخ ديالك عمرهم ما غيمدوا لك يد المساعده. الا ما تسخسختي وطحتي ونطي وضربتي عليهم، او الا ما تسخسختي وطحتي ونطي مع ناس اخرين اللي هما بعاد عليك وشافوا الاقارب ديالك اللي في المناخ ديالك النجاحات القويه اللي كتطبق عليك وعلى الناس اللي عرفتي، هنا هما كيطلبوا منك يد المساعده. لكن باش انت اوتوماتيكمون او انتيا تدخلي لواحد الشركه اللي هي ما كانوش ديجا كيسمعوا عليها وجيتي كتسمعيهم عليها وشاركتي معاهم المنتوج وكلشي داكشي اللي كتقولوا كما كتقولوا نتوما ودون جدوى، يعني والله ما غاديش تستافدوا 1% اللي غيكون كيستافد مع لا فامي ديالو النهار الاول، هذه على يقين. انا بحكم تجربه قويه يعني ماشي غير في دي اكس ان، فبزاف ديال المجالات وبزاف ديال الاعمال وبزاف ديال الامور اللي ما خصكش يعني تشاركها مع اي واحد سورتو الا كان قريب لك. فاول حاجه دائما غتبداي العمل حنا نديباسيو المرحله ديال انك تجرب المنتوج وتستهلكو وتشوفوا. ديجا هضرت على هذه النقطه وغنهضر عليها، فانا كنهضر فقط اليوم على الاستقطاب. فالاستقطاب الحمد لله اول مره سجلت واحد الاخت ديالي، سجلتها على اساس انني غنخدم على ريزو ديالها كما سمعت، لكن هذه نقطه اخرى حتى هي غنهضر عليها. بالنسبه للاخت ديالي فقط هي مستهلكه لانها محتاجه هذوك المنتجات وانا مستهلكه. اش غندير اش ما غندير؟ لقيتها اللي انا كنت كنخدم على الصحه ديالي وديال الاقارب ديالي، كنت كنخدم على يعني كنت كنخدم على انني تكون عندي واحد الباجاج باش نهضر على دي اكس ان.
يعني واخا نجرب المنتجات اشاك جور ونجرب بزاف ديال المنتجات، يعني ضروري خصني ناس اخرين اللي غيجربوا يكونوا قراب ليا يكونوا بعاد. المهم المنتجات نجربوها كاملين، انا ما يمكنش لي نجرب كلشي دقه واحده. فانا هذيك الوقت اللي كنت كنخدم فيها على الصحه ديالي والتغذيه ديالي وديال لا فامي ديالي، او ميم طو كنت كنبحث في مواقع التواصل الاجتماعي. كنت كنبحث في مواقع التواصل الاجتماعي في دول اخرى ماشي في المغرب. كنت نشوف يعني من دوله لدوله راه كيكونوا ثقافات اخرين، كيكونوا طريقه عمل اخرى، كيكون تقدر تبسط عليك وتسهل عليك اكثر من الناس اللي كاينين حداك يعني. فكما كنعرفوا شركه دي اكس اي اغلب الناس كيعرفوا عليها بزاف د الحوايج وكيستروها، فهذا خطا كبير، خطا فادح. فما عمرك غادي توصل الا كنتي كتعرف طريقه العمل وعوض ما تسهلها على الاعضاء ديالك كتزيد تخبيها عندك وكتخلي الاعضاء ديالك طالعين نازلين، راه داكشي ما عمره غيوصلك لا انت لا هما. فانا التجربه ديالي مع الاستقطاب هو انني ما كنتش كنعيط للباران ديالي وكنقول لها لا راه انا ما كنعرفش الناس، لا انا كنخدم على طريقه العمل شنو هي اباغ على الاستقطاب، اباغ على الاستهلاك. طريقه العمل دائما كنت كنعيط للقائده ديالي والقائده اللي اونفاس معايا، بحكم انهم كاينين في دي اكس ان قبل مني باربع وخمس وست سنوات وما فاهمينش بزاف الامور اللي انا بحثت فيها ولقيتها. كندير معاهم جلسات كنقول لهم اش كاين ديال فورماسيون غير بوحديتنا، هاش كاين انا حنا ما كناش عارفين، حنا ما هادي واخا عطيوني غير اشنو عندهم اشنو عندكم، عطاوني القليل كيجاوبوني على بعض الاسئله ماشي شي حاجه اللي كثيره، لا على المنتجات ولا على العمل ولا على الطريقه فيه ولا على كيفاش توصلي بالارباح ولا حتى شي حاجه ما عارفينهاش حتى هما. لكن من الدراسه ديالي والبحث ديالي في المواقع التواصل الاجتماعي قدرت انني نوصل لما يفيد في هذه الشركه والعمل ديالها. كنكتشف ان واحد النهار القائده ديالي اللي فوق من المباشره ديالها انا تواصلت معايا، قالت لي غتمشي معايا لواحد البلاصه بعيده علينا هنا بنص ساعه تقريبا. قلت لها اوكي نمشي معاك. قالت لي كاينه واحد السيده تلاقيت معاها في الفيسبوك، راه بغيت نسجلها وانتي كتستاهلي وباغا تخدمي وكتواصلي معايا ويعني يعني كلشي غتمشي معايا. بغيت ناخذ عندها واحد الحاجه. شنو بغات تاخذ عندها هذيك ما كتعرفاش هي ديك السيده، باغا تاخذ عندها غير دي تروك، نقول لك حوايج، نقول لك ما عرفت شنو، شافتها كتبيعهم في الفيسبوك عادي. خدات عندها لادريس ديالها، مشينا حتى لتما ديبلاسينا، جلسنا معاها ميم تقريبا 30 دقيقه في واحد الجريده تما، شرحنا ليها العمل ديالنا، شرينا عندها داكشي اللي غادي تشري. ولو انا مثلا ما عنديش بداك الخير غرض والله الا خديته عندها، يعني انا ثمن رمزي خديته عندها، تعاملنا معاها تساعدنا معاها وحتى هي غتساعد معنا. فكيفاش كان الامر يعني بقات علاقه متبادله ديالها هي والباران ديالي، بقات علاقه متبادله. قالت لها صافي انا عجبتني هذيك السيده، عجبتني الهضره اللي قالت لي على الشركه والارباح ديالها وكذا كذا والصحه وهذا. فانا اول حاجه بغيت نجرب المنتجات. عندي ولدي شرحت لها الامر ديالو، قلت لها راه هذه غير منتجات غذائيه، راه تقدري تستعمليها سواء كنتي محتاجاها على العلاج او على يعني الوقايه، فما ما تخافي حتى حاجه. هنايا حاولنا اننا نبارطاجيو معها حتى حنايا. يعني هنايا شوفوا الطريقه ديال الاستقطاب الاول كيفاش كانت غزاله، يعني بدون اغراء، بدون مجامله، بدون اقوال، بدون حتى حاجه. فالسيده خدات النيميرو ديالي، تواصلت معايا، صيفطت لي المعلومات، قالت لي الباران ديالي هذيك السيده غتكلف بك، غتسجلك. قالت لي تكلفي بها. سجلتها هي بوحديتها. قلت لها انا راه مازال ما سجلتش شي واحد يعني ما كنعرفوش في شي ريزو ولا شي حاجه، راه فقط عندي نتيا مباشره وعندي اختي. هنايا السيده ديجا خدامه في الفيسبوك، يعني عندها فريق، وداكشي اللي كانت كتبيع ماشي شي حاجه زعما اللي غادي تديك ولا ديبلاص عليها ولا، ولكن سبحان الله يعني عندها فريق ديالها. فهي فقط يعني شاركت الفكره مع السيده اللي تحيه ليها من هنايا، راه خياطه، تشاركت معها الفكره. حتى هي قالت لها اوكي مزيان، بغيت انا شي منتجات لاختي. شو سبحان الله العظيم، قالت لها بغيت النيميرو ديال السيده، عطاتها النيميرو ديالي، قالت لي شرحي ليها. انا
شرحت ليها على المنتجات. ملي جيت نشرح لها العمل قالت لي لا انا حشمت من اختي وانا ما غراضيش بالعمل وما غراضي حتى شي حاجه. قلت لها اوكي ماشي مشكل. ديبلاسيت عندها المقر. الحمد لله استقبلتها تمايا. هضرت معاها، خدت المنتجات اللي انا حكيت ليها عليهم بحكم تجربتنا. فقط هي خداتهم يعني مشات للدار. بقى التواصل ديالها معايا في النهار في العشيه، وكنجاوبها يعني بكل فرح، وكندعي الله سبحانه وتعالى انها تكون زعما واحد يعني بشرة خير عليها دوك المنتجات، وتكون حتى عليا انا كذلك. لان باش تخدم في مواقع التواصل الاجتماعي شويه كتجي قاصحه وكتجي شويه يعني صعيبه، بحكم ما كتعرفش الانسان، ما تقدرش تحكم عليه من النهار الاول. فهنايا يعني بدات العلاقه ديالي مع ديك السيده كتكبر. عجبها الحال، بقات كتواصل معايا، كتشرح لي على امور اخرى. شرحت لي العمل ديالها كخياطه. قلت لها راه هذه الشركه زوينه، بغات تعاود تاخذ المنتجات. قلت لها شوفي راه الا خديتي المنتجات بلا ما تاخذي النقاط راه يعني كتضيعي، انا راني رابحه في كلتا الحالات، غادي تضيعي نتيا. فسمعت لي يعني تسجلات حتى هي هذه المباشره ديالي. هاد المباشره تبارك الله ما شاء الله هي اللي غادي تجي وغادي تضرب غادي تضرب يعني الرقم القياسي عندي في الخطوط. ما شاء الله من عندها طلعوا الالماس، من عندها طلعوا يعني النجم ياقوتي، اما وكيل نجم فتبارك الله لعلك ترضى. والحمد لله اول الماس طلع لي من عند هاد السيده هذه، اللي تحيه لها ما شاء الله عليها، اللي تبارك الله خدامه بقلبها وبالنيه وبالصفا. فهنايا شو سبحان الله العظيم، وحده كتلوحك الوحده، وحده كتلوحك الوحده، بحكم انها هي ما عندهاش الوقت فاش انها تبحث وانها تقرا وانها تفهم داك الشركه وانها تفهم يعني العمل فيها. فقط يعني الحمد لله دارت واحد المجهود انها كتفهم على المنتجات وعلى الصحه ديالهم، وبحكم ان هي اختها كانت معروفه بالمشكل اللي كان عندها، فيعني الناس ثقوا فيها اكثر لان يشوفوا تجربتها مع المنتجات، كيفاش ردوا ليها يعني هذاك المناعه، وكيفاش يعني تقوات بدوك المنتجات وولات يعني متشبته بهم هي والعائله ديالها كاملين. يعني عندها تجربه قويه اكثر مني هي. هنايا غادي تبدا تخدم على يعني غادي تبدا تخدم على الطريقه ديال العمل. وسبحان الله كان عندي واحد الضغط قوي، ولكن الحمد لله وفقني الله سبحانه وتعالى. دابا هي ما بقاتش كاع كتواصل معايا بزاف لانها فهمت تبارك الله وعرفات يعني نهار كتواصل غير باش نتواصلوا حبيا وصافي، لان تبارك الله الفريق فين وصل ولات هي كتشكل باغان اللي هي في المستوى، ويعني بحال قلتي الطريقه ديالي عطيتها ليها وحسنت منها وهزت من هذاك الشيء اللي بغات وخدمت بداك الشيء اللي بغات. فهنا هي وصلت تبارك الله رتبه زوينه، لا هي لا الفريق ديالها ما شاء الله اللي تبارك الله. يعني واخا نجي نوصف لكم دخلت لي استاذات، يعني باش تدخل استاذه راه ما سهلش للشركه وتكون حتى هي عضوه وتكون حتى هي مستهلكه. دخلت لي مهندسه، دخلت ربات بيوت، دخلت خياطات، دخلت مدربات في الرياضه، دخلت يعني عجبني الحال بزاف، مع انها هي خياطه ربة بيت ويعني ما قراتش ولكن واعيه ما شاء الله عليها. فكتعجبني، تحيه لها من هنايا. فريقها اللي الطوب دي الطوب الاول. فالفريق الثاني كان يعني بصدفه، يعني كنت غاده في الشارع، وقفت خديت واحد الحوايج اللي خاصني في واحد المغازه. كانت تفاجات لقيت واحد السيده كان ديجا شرح ليها شي حد على قال لها شي حد على الصابونه ديال الوجه، وما عرفت. شافتني هزه الساشي وسولتني، قلت لها اش كاين على الشركه. صافي دخلت ليها خاطرها حتى هي ميم لاج ديالي، وواحد الانسانه اللي تبارك الله عليها مثابره قويه، وراجلها ما شاء الله معاونها حتى هو وبقى جون. ولقيتها في واحد الحاله نفسيه اللي هي صعيبه شويه، كانت كتمر من حاله نفسيه من بدايه اكتئاب، وصراحه والله العظيم الا خرجت منه بهاد الشركه هذه. فتواصلت معاها في هذاك النهار في ديك المغازه، فاش بغيت نخرج وصلتها معايا لان قريبه لي شويه بيني وبينها غير شي 5 دقائق. وصلتها معايا وكنت دايزه، قلت لها انا راه تما فين ساكنه في هذوك الديور. صافي جات ليا شي 7 ايام، هي تسجلت ليها الرقم ديالي،
ما عرفتش تبلوكا ليها التليفون ولا داكشي. فاذا به واحد النهار جاتي وراجلها كتقلب عليا في هذيك البلاصه اللي نعت ليها نهار كامل ما لقاونيش. الغد ليه جات والحراره قال لها شوفي راه ما تلقاياش، راه ما بقيتش باقي غنرجع. كتسول الناس انا يعني البلاصه اللي خدام اللي ساكنه فيها ما يعني كتجي ديبلاصه بالطوموبيل ديالك كتجي كطلع، يعني ما كاينلاش ان يبقى الواحد يعني يهضر على براوي وقاف وهذا ما عارفينش بالطريقه اللي كتشرح لهم. هي كتقول لهم الاسم والكنيه، هي شافت السميه والكنيه عندي في الورقه ديالي، واحد الورقه كانت محطوطه عندي في الطوموبيل. صافي قالوا ليها ما عرفناش. نهار 3 ايام جات سبحان الله العظيم ديريكت عند واحد السيد، قالت لي واحد السيده شنو فاذا به قال لها غادي نمشي نشوف ليك. جا دق عليا قال لي مدام راه كتسول واحد السيده على المواصفات ديالك. قلت ليه مرحبا. قال لي راه ساكنه في البلاصه الفلانيه. قلت لي اوكي صافي انا نعرفها. هي هذيك هبط عندها يعني استقبلتها مزيان. قالت لي تعطيني النيميرو ديالك. قلت لها ماشي مشكل. قالت لي بغيتك ديبلاصاي معايا لواحد السيده، بغيت ناخذ لها منتجات، يعني منتج اللي هو راكم عارفين الميكوفيتا كتكون شويه الثمن ديالها طالع، وباش ان الواحد يعطيك فلوس تمشي تاخذها ما سهلش. وهاد السيده هي ما شاء الله عليها واحد المراه اللي هي اجي وتبارك الله فاهمه وعارفه في الصحه وعارفه في لي كومبليمون وديجا تبارك الله قاريه ما شاء الله عليها. فمشيت عندها انا ولي باران ديالي بجوج وواحد الاستاذه وهذيك الخياطه سبحان الله العظيم. وهي مشينا على اساس نهضروا معاها ونطلعوا على صحيحتها ونقولوا لها التجربه ديالنا مع المكملات، لان السيده جديده ما عارفاش بزاف في المكملات، هي لا خدات غير المثلثات والصابونه وشي حوايج اخرين. فكانت الحمد لله الزياره ديالنا ليها كانت ما شاء الله يعني مقنعه وايجابيه. فما خرجناش من تما حتى اقتنعت انها تاخذ الميكوفيتا. فالحمد لله توفقات. وقبل ما ندخلوا عند السيده يعني بعد ما دات عندي هي التليفون وعاودت تواصلت معايا في التليفون ديالي. مشات تقريبا 2 جوغ اللي دات معايا. قلت لها نتلاقاو في البلاصه الفلانيه تمايا عاد ندخلوا عندك باش حيت حنا ما عارفينش البيت ديالهم. تلاقينا في البلاصه بين مشينا باش نتلاقاو في ديك البلاصه ما كنلقاهاش. تليفون ما شديتوش عندها، هي جدات عندي التليفون وانا ما شديتوش عندها. هنا صافي لافان. فاذا به كنكتشف عاوتاني نفس هذاك السيد اللي تواصل اللي قال لها وراها الدار، يعني ديجا هو خدام غير هنا حدانا. كيصوني عليه في النيميرو ديالي قال لي راه ديك السيده عاودت جات، يعني شك فيها. قال لي راه ديك السيده عاودت جات وبغات النيميرو. هي قالت لك التليفون طاح ليها في الماء. يعني شو سبحان الله العظيم الا بغى لك ربي شي رزق راه بغالك. هي واحد العضوه اللي قويه وتجربه قويه وما شاء الله عليها في الرتبه. هي راه طلعت رتبه ما شاء الله عليها. بالنسبه قلت ليه صافي واخا. قلت ليه مشكله هذه السيده هذه شحال وهي كتقلب عليا، شحال هي النيميرو كيمشي ليها التليفون، مشى ليها التليفون طاح لها في الماء. اوكي ماشي مشكل. عطاها لي هضرت معاها قلت لها شدي النيميرو ديالي عنده. صافي عاود عطاها عطاني النيميرو تواصلت معايا في التليفون الزوج ديالها. تلاقينا معاها المهم ضحكنا شويه مشينا جلسنا استقبلتنا حتى هي مسكينه. هضرنا مع ديك السيده امور مشات على ما يرام. ها هو ريزو تاني، يعني الريزو القوي ديال السيده اللي قلت لكم اللي عطاتني الباران ديالي، والريزو الثاني السيده اللي تلاقيت معاها بصدفه. سبحان الله. هاد السيده اللي تلاقيت معاها بصدفه راه ما شاء الله حتى هي نفس الشيء. دخلت الاستاذات ديال ولادها اللي كيقريو ولادها، اللي انا بارطاجات معاهم بعض المنتجات اللي هي تجميليه وهذا وسبيرولين كذلك. فشوفوا طريقه الاستقطاب، راه ماشي ضروري تدخلي الناس كثار، ماشي ضروري تدابزي مع الوقت، ماشي ضروري تغوتي على الناس، ماشي ضروري تدخليهم وتخبي عليهم. لا، راه غير 2 الناس او 3 الا دخلتيهم راه غيمشي لك الريزو مطرطق، غيمشي لك الريزو واو، غادي تمشي العمل بحال الزبده. يعني ماشي ضروري تدخلي بزاف ديال الناس من النهار الاول. فكنقولها لكم دائما، كنقول لكم راه الا يعني ضغطي على نفسك وبسستي على راسك وتتقول لا والناس ما تقنعوش لي، لان عرفتي التعاليق كلشي كيقول لي لا راه ما كيبغيوش يدخلوا لنا اليد، لا راه ما كيبغيوش يتستقطبوا، لا راه الناس كندخلوهم هما بدون جدوى. اكيد راه حتى انا عندي ناس مدخلاهم ولكن بدون جدوى، لكن انا الناس اللي اونفاس معايا مركزه عليهم صراحه ما كثرتش بزاف. فقط عندي تقريبا 7 ديال الريزوات، 6 راه تقريبا قربوا يكملوا ستار روبي ب6 اللي اونفاس معايا. بالنسبه للريزو الثاني حتى 7 غادي بخاطرو قريب ستار ايجن، لان بحكم يعني الحماله ديالي هذا
بصراحه نقصت العمل شويه لانه كنعاني من ظروف شويه ديال غير الحماله، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، مي الحمد لله كما تنقولوا هذه غير ديك المرضى اللي كتبرا، غير هذاك الشيء هذا صافي. كتبغي تعطي شويه الوقت للبيبي، وكتبغي تعطي شويه الوقت لصحتك باش انك يكون عندك السفل، باش ان شاء الله يكون الولاده على ما يرام باذن الله تعالى. فاللي غادي نقول لكم هو ان تجربتي مع الاستقطاب هكا دايره لحد الان. جوج ديال الناس اللي مباشرين استقطبتهم من مواقع التواصل الاجتماعي، جوج استقطبتهم من يعني غير من البلايص اللي كنتقدا فيهم تقريبا. يعني الريزولتات كذلك ماشي بالصدفه، سيده كنتعامل معها وكناخذ عندها حوايج اخرين حتى هي. الريزولتات يعني راه فيه الاخت ديالي والناس اللي معاها في الريزو ديالها، فاللي الريزو الاخر يعني ديال الزوج ديالي. فاللي غادي نقول لكم هو يعني حاولوا انكم تخدموا على الناس اللي كيكونوا عندكم، ما تقلبوش على الكونتيتي، ما تقلبوش على الكثره، انك تدخلي بزاف ديال الناس باش نتيا طلعي ديريكت سفير. لا، غادي تخدمي على دوك جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا واحد اللي عندك. شتي واحد الريزو الا خدمتي عليه، بحال الباران ديالي كانت في الاول عندها واحد الريزو هو اللي خدام، تبارك الله شحال ديال لي الماس فيه دابا تبارك الله عندها 6 ريزوات ما شاء الله على الارباح ديالها، الله يزيدها ويقوي خيرها ويدير لها فيه البركه يا ربي امين. وحتى هي صراحه نهار اللي دخلت الدي اكس ان تلاقيتها يعني مكرفصه مع الدي اكس ان في بزاف د الامور اللي ما فاهماش، وصراحه هي راه ان شاء الله شي نهار غادي تشارك معكم التجربه ديالها، لا مع شركه دي اكس ان ولا التواصل ديالي معها في العمل وكشريكه ليها في العمل في شركه دي اكس ان. حتى لهنا غادي نقول لكم هذه هي التجربه ديالي مع الدي اكس ان. يعني انا ماشي كنغري الناس باش يدخلوا عندي، ولا كنبزز عليهم باش يدخلوا عندي، ولا يعني فقط كتجيبها لجيبها تدخل عندي كنبقى معها مستمره حتى كتوقف، حيتاش العضو اون فوا كيجرب المنتوج كيلقى عليه الفوائد الصحيه وكيلقى نتائج ايجابيه، فكوني على يقين غيكون عضو. او ميم طو كيكون عضو كتوقفي معاه اون فوا كيدير وكيل النجم اللي هو ستار ايجن، كوني على يقين عمرو ما غيريتي، عمرو ما غيدير ستوب، غيبقى هكاك طالع ديما وخدام على لي ستار ديالو. هكاك وقع لي انايا نهار اللي درت رتبه ستار ايجن ما وقفتش صراحه، لان في الاول كان كيجيني النقاط قاصحين كيجي، ولكن ملي خدمت بهذه الطريقه هذه انني نخدم على كل عضو بوحديته يعني حتى يوصل، لقيت يعني نتائج ايجابيه ليا وليهم حتى هما الحمد لله. والعمل راه غادي مستمر، غادي مزيان وبخير وعلى خير. ودابا راه سواء جا الاستقطاب سواء ما قلبت شريفه، راه الفريق ديالي دائما كيستقطب، راه ديما عندي الجديد، واخا ما عنديش لي اونفاس ولكن كاين الجديد اللي كيكون عند الفريق ديالي دائما 5 6 داخلين. راه تبارك الله ديباسيت 1500 ديباسيتها ديال الناس، لكن راه ماشي كلهم خدامين، راه غير واحد الفئه اللي خدامه. يعني مثلا يعني تيكون مثلا في كل شهر كيتقداو مثلا 500 400 600 عاوتاني كتهبط حتى ل 300 على حسب كل واحد. كاين اللي يقدر يتقدى هذا الشهر الاخر لا، هادو بالنسبه للناس الجد، لكن بالنسبه للناس اللي عندهم رتب فكل شهر كيتقداو باش كيحافظوا هكا على يعني الارباح ديالهم. والى هنا غادي نقول لكم ما نطولش عليكم في الفيديو، لان هذا الفيديو ضروري نديباسي فيه 10 دقائق لانه بزاف وباقي مازال ما يتقال. فالاستقطاب بهذه الطريقه راه ساهل. استقطبتي واحد الشخص ما يكونش قريب منك بزاف، دائما الا بغيتي الناس اللي معاك يعاونوك والناس اللي حداك يكونوا معك باش توقف في العمل ديالك او توقفهم حتى هما، فسيري حتى تخدمي وسيري حتى ديري الريزو ديالك وسيري حتى توصلي الارباح وسيري تيشوفوها بعينيهم وسيري تيجربوا وسيري تعطيهم تبارطاجي معاهم من ديالك عاد اجي باش هما يطلبوا منك يد المساعده. وديك الساعه ماشي طروطار، ما فيها بس انك توصلي معاهم وتوقفي معاهم حتى يوصلوا حتى هما المبتغى ديالهم كي وصلتي ليه انت. وبالعكس انت غتسهلي عليهم الامور، لان انت بحكم التجربه ديالك اللي دزت في هذيك الاشهر مثلا الكثيره، راه ما غاديش تخليهم هما يدوزوا فيها لان كتكوني ديجا انت عارفه. وهكا كنتعاونوا مع الفريق ديالنا وكيكون يعني العمل بواحد الشكل اللي هو قوي وتيكون مربح لينا والجميع. فغادي نقول لكم بسلامه عليكم وتهلاو في روسكم ان شاء الله الفيديو المقبل باذن الله تعالى.